طيب حاليا وصلنا على مدينة واحدة تعتبر من أشهر المدن السياحية هنا في تونس، اسمها مدينة الحمامات. أيوة، بيسموها هنا الحمامات، وتعتبر واحدة من أشهر المدن الساحلية اللي موجودة في شمال شرق تونس، وهي تابعة لمدينة هنا اسمها مدينة نابل. عايز أفرجكم أول حاجة على المكان اللي أنا قاعد فيه قبل ما نتحرك ونتفرج على المدينة. ده زي تراس كده، المكان ده أنا واخده اير بي ام بي، هو بيبقى عبارة عن استوديو صغير. و بت... آه، زي ما انتم شايفين ده بره او البلكونه او التراس بتاعه. وفرجكم على المكان من جوه شكله عامل ازاي، وعرفوني في الكومنتات مثلا تخمنوا سعر المكان ده كام في الليل. هو صغير زي ما انتم شايفين، يعني ده حمام اهو، ده الحمام، وده المفروض انه المطبخ. وهنا زي ترابيزة صغيرة بكنبة والتلفزيون، وبعد كده سرير ودولاب. المكان اللذيذ فيه ان هو تقسيمته حلوة، يعني هو مكان صغير بس الراجل او صاحب المكان مقسمه بشكل كويس. وبره زي ما انتم شايفين كده القعدة بره لطيفة، ان هو الترابيزة بتراس صغير. المكان موقعه كمان حلو، قريب تقريبا من كل حاجة، قريب من مطاعم كتير، وحواليه زي يعني يعتبر قريب من السنتر، فبرضه موقعه يعتبر لذيذ. فعرفوني خمنوا يعني السعر اليوم هنا بكام. طيب وده الاستوديو من بره اهو، اسمه لا روزا استوديو. تمام كده. ودلوقتي هنطلع على حاجة اسمها مارينا ياسمين حمامات، دي زي مارينا اليخوت. هنا الاستخدام في تونس بقى اكتر للان درايف، ما عندهمش اوبر، في ان درايف زي في المغرب كده. فخلينا نطلب تاكسي. سعر المشوار تقريبا 10 دينار تونسي، يعني تقريبا 180 جنيه مصري، في الحدود دي. العربية قدامها 5 دقايق، فعقبال ما تيجي العربية او السيارة او الكرهبة او الكهرباء. خلينا نتفرج على الشارع هنا شكله عامل ازاي. دي المنطقة اللي قاعدين فيها، لذيذة وهادية ورايقة. السما صافية هنا في الحمامات، الجو حلو في تونس بقاله يومين. و بصوا المنظر هنا. تونس يعني كل المناطق في خضار فيها، مع الالوان الابيض والازرق، تلاقوا السما صافيه، فبتدي احساس حلو. ثم هنطلع نتفرج على الغروب دلوقتي في الحمامات، وكمان نتغدى. لسه ما اتغديتش، نشوف المطاعم هناك وممكن ناكل اكل تونسي. من الحاجات اللي مشهوره مدينة الحمامات ان هي مدينه ساحليه ومدينه سياحيه كمان، بيجي سياح هنا كتير لانها مشهوره بالشواطئ بتاعتها في الصيف. فبيجي سياح كتير عشان بس الاستمتاع بالعطله الصيفيه. والشواطئ هنا تعتبر واحده من اشهر المدن اللي موجوده في تونس. وفوقيها كمان في الخريطه في مدينه اسمها كليبيا، تعتبر برضو من احلى المدن على البحر. يعني هي تقريبا حمامات وكليبيا وبنزرت يعتبروا من احلى المدن السياحيه في الصيف، اللي بيجي لها السياح من كل مكان. بصوا هنا الشجر عندهم عامل ازاي، الشجر طالع فيه ليمون. بصوا المنظر، شايفين الليمون هنا كبير ازاي؟ يعني الليمونه لوحديها كبيره، بس مش عايزين نقطفها من على الشجر. بصوا كل الشجر ده فيه ليمون. فدلوقتي اهوت هنا لسه واصل اهو الان درايف. وهنا في تونس يعني اكتر حاجه بيستخدموها هي الان درايف، ما فيش اوبر. ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ دلوقتي هنطلع على مارينا الحمامات نلحق الغروب قبل ما الدنيا تليل. الساعة حاليا عندنا 6، ومفروض ان واحدة من احلى الاماكن اللي موجودة هنا في الحمامات. و ايه تاني؟ هو في مطاعم هناك صح كده؟ صح؟ صح في صح. مطاعم وفي كل شيء. تونسية؟ تونسية، فرنسية، اه طليانية. طليانية. انت عايش اصلا في الحمامات هنا؟ يعني انت من الحمامات؟ أنا ابن الحمامات. انت ابن الحمامات. أنا ابن الحمامات. والحمامات دي تعتبر من اشهر مدن تونس السياحية على ما اظن، في الصيف طبعاً بالذات صح؟ طبعا طبعا. يعني هي اشهر ولا بنزرت ولا اسمها بنزرت صح كده؟ بنزرت. بنزرت. كل مدينة والطابع بتاعها. يعني في الصيف دي بتبقى مليانه سياح على ما اظن. مليانة سياح، مليانه سياح. حتى التوانسة يجيوا لهنا يعني. التوانسة عايشين هنا اصلا؟ عايشين هنا ويجيوا من بيجوا مناطق مدن أخرى، تانية. من المدن التانية يصيفوا هنا. قريبه من تونس طبعا ساعة.
ساعة من تونس. اه ما انا ساعة جيت من من هناك. تونس النهارده، كنت وسط الجماهير انا. انت كنت وسط الجماهير. رحت شجعت- لسوسة. مشيت لسوسة. مشيت لسوسة في ملعب الاولمبي. شجعت مين؟ والله ما شجعتش، بس هي الجماهير كلها كانت النجم، يعني كان مضطر ان انا اسقف معاه. انا اهلاوي اصلا. ايه اهلاوي. قلت اروح اتفرج عليكم وانتوا بتخسروا، لقيتكم ما خسرتوش. يا ودي الترجي. مش ترجع عندكم ماتش مع سان داونز سان داونز الاسبوع الجاي؟ الترجي السنة دي ما شاء الله جامد. جامد، ما كناش نتوقعوا منه. انا اظن انتم مرشحين لبطولة افريقيا السنة دي، ان شاء الله. يعني انتوا اقوى فرقة. يعني لو طلعت سان داونز، هي سان داونز ده إيه، النهائي ولا ده ايه؟ لا قبل النهائي، صح؟ قبل النهائي. ومين الناحية التانية، مين الفرقتين التانيين؟ الفرقتين التانيين والله ما اعرف، اما انا اللي متاكد منه انه الترجي حتفوز ان شاء الله. ان شاء الله. على القليل نفرحوا شوي. محتاجين انتوا الفرح. والله محتاجين. والله الشعب التونسي محتاج الفرح. محتاج الفرحة كتير. عايز اروح اجرب اكل تونسي عندكم هنا. عايز اجرب العزبان ولا العصبان. صح؟ عندكم كسكس بالعزبان؟ كسكسي بالعصبان هذايا بتاكلوا تنام وتنام. كثر ما هو ثقيل. 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 زين. عندكم لسه لغايه دلوقتي ما جربتش الكفتاجي؟ فما كفتاجي، عندك كفتاجي وعندك لازم تجربهم. كفتاجي بايه بقى؟ كفتاجي بيض، فلفل مشوي ماشي، وهريسه، هيك حاجه اختياريه منك. اوكي. وطماطم، ثوم. انتوا بتحطوا عليها يعني قصدي لحم او حم؟ بتسموه اللحم انتوا ما بتحطوش حم او كبده او كده؟ لا احنا مأكولاتنا كلها اقتصاديه. خضار فقط يعني؟ خضار وبيض، خضار وبيض وتونه. عندكم التونه دي، انت بتحب التونه تحطها في كل حته؟ كل حته. هذيك الحاجه اللي انقذتنا. اللي ايه؟ اللي منقذتنا معناها في الظروف هذه. خاطر اللحمه غاليه. بكام كيلو اللحمه؟ كيلو اللحمه ب 60 دينار. 60 دينار؟ خروف مش والبقري؟ البقري ارخص شويه، 45 40. 40 اقول لك بالمصري يعني كام؟ انتوا ضعفنا في مصر كده. ضعفكم ما يعني انت الدينار ب 18 جنيه مصري تقريبا، نقول ب 20. فانت لو ب 40 دينار تونسي، يعني انت مثلا كيلو اللحمه عندك 800 جنيه مصري. 800 جنيه في مصر كيلو اللحمه ب 400 جنيه. 400 جنيه 400 450 حاليا يعني. والناس بتقول انه غالي برضه، بس انت كده عندك الضعف. ايوه عندنا الضعف احنا. انا لاحظت ان الاكل عندكم هنا ضعف اسعار مصر عامه يعني. يعني ضعف الماكله. يعني هنا اغلى من مصر. اغلى من مصر. الضعف في كل حاجه. لا في كل حتى حاجه. في السوبر ماركت ازازه ميه بتاع كل حاجه. كل شيء غالي في بالاخص في البلايص السياحيه يعني. طبعا المناطق السياحيه تلقاها غاليه. واحنا نكبدوا اللي نعيشوا في المناطق السياحيه نكبدوا الضريبه. انت تدفع ضريبه؟ ضريبه ان نعيشوا في البلايص هذه. يعني انت المعيشه تكون غاليه. بس المفروض ان انت بقى بيجي لك سياح تحاول زي كده اهو. ما مش كتير. مش كتير يعني. هاك تشوف الاوضاع ما هيش مستقره في العالم. في الصيف ممكن الدنيا بتبقى في الصيف افضل يعني كثير. يعني 3 شهور نتاع الصيف، 4 شهور هذاك نقولوا خدمه. 9 شهور اخرين يعني نتاع الشتاء والخريف والربيع معناها تكون منخفضه جدا. حاليا وصلنا على المارينا، مارينا تل يخوت. هنا في حمامات، بصوا هنا عامله ازاي. لسه واصلين اهو، معرفش اليخوت باينه لكم هناك اهي. المفروض دي واحده من الاماكن المشهوره هنا، وهنروح ناكل دلوقتي، نشوف مكان ناكل فيه على المارينا وفي نفس الوقت نتفرج فيه على الغروب. علم تونس اهي في كل مكان. هنا معظم المدن عندهم فيها مارينا، شويه شبه المغرب.
لان هم دايما على البحر، وبيعملوا في كل مدينه يبقى في مدينه قديمه وفي مارينا لليخوت مثلا. تعالوا هنا نتفرج عليها. اسمه ايه؟ اسمه زيكو. تصور بيا؟ لا مش هتصور بيها، مصوره فقط. ايوه صور بيا. اسمه 10 زيكو. دينار تصور. ايوه. المدينة هنا نظيفة جدا، تحس دلوقتي وانت ماشي في الشارع تحس ان هي فعلا نظيفة من اول لكل حاجة. المدينة هنا نظيفة جدا، تحس فعلا ان هي سياحية من اول رصيفها للشارع، كل حاجة نظيفة جدا ومنظمة كمان. الشوارع بتاعتها حلوة، وتحس الشوارع كبيرة، يعني تحس الارصفة كبيرة جدا. فوانت ماشي بتتمشى بص هنا مثلا المساحات عاملة ازاي. بصوا هنا تحس ان هي مدينه سياحيه جدا، الارصفه كبيره. كل دي تكاسي عندهم هنا بيسموها التاكسي نيويوركي زي ما سمعتوا، عشان بياخد الالوان بتاعت امريكا او الالوان نيويورك فنفس اللون. سواقين التكاسي بيبقوا مستنيين هنا السياح عامه اللي هم خارجين من الفنادق او خارجين من المرسى او المرسى اليخوت عشان يركبوه. المهم دلوقتي احنا بنحاول نبص على مكان ناكل فيه اكل تونسي او مطعم تونسي. تعالوا نبص هنا، دي مطاعم كلها زي ما انتم شايفين، كل دي مطاعم وسوبر ماركت، بيبقى زي ممشى بالليل، الناس بتتمشى هنا بالليل. فخلينا نخش نتفرج او نشوف مطعم نفطر او نتغدى، مطعم نتغدى فيه. هنا يا جماعه دلوقتي بشحن انترنت، هنا بشحن 25 جيجا، هنا بيشحنوها عن طريق الكروت، و25 جيجا ب 36 دينار تونسي، يعني تقريبا في حدود 34 يعني في حدود 600 جنيه مصري، يعني في حدود 10 دولار، يعني هما 6 كارتات 25 جيجا. بتقول علينا في بيت راجل وين قاعد شو يصير؟ بصوا هنا الشوارع مش تمشية، هنا بتحس ان انت في منطقة سياحية. هنا الشوارع كلها يا اما بازارات، ناس بتبيع حاجات، خليك طبيعي. المهم فاحنا بنتمشى دلوقتي في الشارع اللي هو الطويل ده اللي جنب المارينا اليخوت، وهنا زي ما انتم شايفين كده كل اللي على شمالي محلات بتبيع حاجات او بازارات، وكلها منطقة سياحية، فاكيد الاسعار فيها هتبقى اغلى شوية. وفي كمان شوية اجانب او سياح بيتمشوا معايا. وهنلاقي هنا مثلا زي مطاعم شوية زي برجر، حاجات سناكس، حاجات تعمل عصاير. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ سلام. عامل ايه؟ نلقى روحي في التيك توك وين؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب اعطيني خلنا لسه جايين مدينة الحمام. تحب تقول ايه للناس اللي اول مرة تيجي مدينة الحمامات؟ جاوا للحمامات، مدينة باهية، فرهدوا فيها وكل شيء باهية. فرهط الكاريتا في وسط المدينة عشان تنقل السياح او الاجانب اللي موجودين في سوسة، الناس اللي تحب تاخد لفة بالحصان. تونسي فقعدت وهطلب كسكس
هطلب كسكس، هو مطعم على الشارع. هطلب كسكس، هنا بيعمل مشويات وبيعمل اكل تونسي. هطلب كسكس وهطلب مرجيز اللي هو زي السجق عندنا، سندوتش او سندوتش مرجيز. نزل لي طبق سلطه. هنا السلطه بتاعتهم مشهوره، بيجيب معاه الهريسه وتقريبا دي سلطه مشويه اللي هي زي البتنجان وكده، والسلطه الخضراء. السلطه هنا عندهم كلها سبايسي، بتبقى محطوط فيها فلفل، طعمها حامي سبايسي حار. بيعشقوا هنا في تونس الاكل حار، واحنا هنا قريبين من نابل زي ما قلت لكم، فهنا الاكل حار جدا يعني. ده هنا الكسكس بالحمى اهو، باللحمه، وسعره 25 دينار تونسي. شكله خطير. يلا بينا. هنا الفلفل الحار برضه اهو. هنا بالحم بيجي معاه لحمه. طعمه خطير. الكسكس التونسي هو مفضل عندي لان هو بيحط عليه زي صلصه او صوص طماطم. ده غير كمان ان هو اكتر كسكس دقته حار لغايه دلوقتي، يعني هو حار اكتر من المغرب. يمكن المغرب مشهوره بالطاجين او الطاجين والكسكس، بس الكسكس التونسي بصراحه عجبني اكتر لان هو هنا معرفش بحسه حار اكتر، طعمه باين اكتر يعني. ده غير فكره ان هم بيحطوا عليه زي طماطم او صلصه، بتفرق جدا في الطعم. استنى فرجتم عليه، خلينا افرجكم على شكله من قريب عامل ازاي. ده بص هنا بالحم بيجي باللحمه زي ما انتم شايفين كده، وكسكس. بص شكله عامل ازاي، شكله خطير. ودي السلطه والهريسه وبيجي معاها خبز. في العادي بيحطوا زيت زيتون وملح، الناس اللي بتحب زيت زيتون مشهور جدا في تونس. في انواع كتير من الكسكس لسه ما جربتهاش. هي الكسكس بالحوت تقريبا يعني بالسمك. غير في كسكس هنا مشهور تقريبا بالعصبان، ده بيقول عليه حلو، بيقول انك هنا بتاكله وتنام. فبدور على مكان اقدر اكله فيه
لغايه دلوقتي مش عارف اكل كسكس بالعصبان فين. لو عارفين قولوا لي في الكومنتات. لو عارفين مطعم حلو بيعمل اكل تونسي بيعمل كسكس بالعصبان عرفوني في الكومنتات فين.